حاجات لو أخدت بالك منها وفكرت فيها كويس بإذن الله نظرتك للحياة تتغير خالص. مش علشان الشخص اللي قدامك كبير في السن فتتوقع منه إنه يكون حكيم أو إنه هينصحك. ما تنساش إن حتى المغفلين بيكبروا في السن، لكن في كل الأحوال هيتم احترامه لأنه كبير في السن، لكن ما تتوقعش منه كتير. اتنين، مش علشان الشخص اللي قدامك باين عليه الصلاح يبقى فعلا صالح. الشكل ده ممكن أي حد يتحكم فيه ويغيره بالطريقة اللي تريحه. تلاتة، مش علشان رافضة الزواج تبقى مصاحبة بره. الحقيقة إنها ممكن تكون بس عندها متطلبات معينة أو إنها مش مرتاحة. مش علشان الشاب اللي قدامك رافض الزواج يبقى معقد. ممكن يكون ليه طلبات معينة أو نفسه يكون نفسه بطريقة أحسن الأول. مش علشان الشخص اللي قدامك بيضحك ويهزر فمعنى كده إن مفيش في حياته مشاكل. في الغالب هو بيواجه مشاكله بسخرية علشان بس يقدر يكمل. قدامك شعوب كاملة بتسخر من أي حاجة وبتضحك على أي حاجة رغم المعاناة، بس علشان يقدروا يكملوا، علشان يقدروا يقوموا بمسؤولياتهم. مش علشان الشخص اللي قدامك بيساعد غيره يبقى هو مش محتاج مساعدة. مش علشان الست دي مسافرة بره تبقى حياتها كلها مية مية وبتقطف الفلوس من على الشجر. ممكن تكون بتسد ديون أو بتقوم بمسؤولياتها بس. مش علشان الشخص اللي قدامك ظاهر عليه النجاح والتوفيق فيبقى سعيد. النجاح هو مجرد حالة مادية، لكن السعادة هي شيء روحي داخلي ما يحسش بيه غير اللي وصل له. وأي حد علشان يوصل للمرحلة دي لازم يعدي على السكينة والرضا. مش علشان الشخص اللي قدامك مهتم بيك وبينصحك يبقى منتظر منك حاجة. في ناس لسه بتعامل ربنا سبحانه وتعالى وبيزكوا عن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى وفقهم ليها. ومش علشان الشخص اللي قدامك أذنب أو أخطأ يبقى سيء. إحنا مش ملايكة، إحنا بشر. المهم القلب اللي بيحاول والنفس المتمسكة بربنا سبحانه وتعالى وبتجاهد كل يوم، مش بالكمال اللي مش موجود. مش علشان الشخص اللي قدامك منعزل يبقى انطوائي. ممكن يكون اختار العزلة علشان يطور نفسه ويفهم نفسه كويس. مش علشان عايش ببساطة يبقى فقير. ممكن يكون اختار الزهد الإرادي، عاوز يوصل لربنا سبحانه وتعالى وبيوفر لحاجة تانية. مش علشان مختلف معاك في الرأي يبقى عدوك. الاختلاف سنة كونية ومنطق الفلسفة الأول اللي بيخليك تشوف الحقيقة من زوايا تانية ما كنتش تعرف عنها حاجة، واللي بالنسبة لك ممكن يبقى حقيقة مطلقة بالنسبة لغيرك ما يعرفش عنه أي حاجة. الكلام ده حتى لو انت شايفه بيضيع وقتك فعلشان يوضح حاجة بسيطة جدا، وهي ان التوقعات والأحكام في باب يجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الراحة النفسية هنا. فسيبك من الظاهر وبص على القلب والجوهر. سيبك من الظاهر والصور، كل الكلام ده ملوش أي لازمة. دي نقطة جوهرية في مجتمعات كاملة، ولما ده بيحصل العقل هو اللي بيختار اختصارات علشان يوفر على نفسه التفكير والمجهود. وانت كده دخلت في الوضع التلقائي اللي حتى ما بقتش تفكر ليه اللي بيحصل ده بيحصل، أو حتى بيراجع نفسه أنا ليه بحكم أو بصنف. النقطة دي بتريح جدا، وهي مربط الفرس في حالات نفسية كتير. مجرد الخروج عن المألوف في النقطة دي تحديدا بيجيب راحة كبيرة جدا، يخلي الإنسان يفكر ويفهم ويحلل ويشوف هو ليه بيحكم، هو ليه بيصنف. ولو اختار ما يعملش أي حاجة من دي برضه بيفضل الصمت، والصمت في حد ذاته مكسب. المرحلة دي مميزاتها كتير جدا وراحتها أكتر. الخلاصة، ارحم نفسك من دور القاضي وعيش دور المتأمل. هتتعلم من كل حاجة، حتى الناس اللي عايشين غلط من منظور أي حد تاني هتتعلم منهم ما تبقاش زيهم. وفي النهاية انت كده أو كده هتبقى كسبان. ساعتها بس هتلاقي الدنيا أهدى كتير جدا، وهتقول بقلب جامد لأي حد بيتعدى حدوده معاك: خليك مكانك. سلام.